انا الحمد لله حياتي بلا تدخين. مين معانا؟ عايزين مصر كلها معانا، مش عايزين نصوم عن التدخين نهار شهر رمضان وبس. ربنا يجعل ايامكم كلها رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مبسوط جدا ان انا في فريق حياه بلا تدخين. بجد الواحد مبسوط لانه هنقدر نعمل مع بعض حاجه كبيره، وهنقدر ان شاء الله نشارك مع بعض ان احنا فعلا نخلي حياتنا حياه نظيفه، حياه جميله، حياه سعيده. وفي نفس الوقت مش عايزين كفايه السلبيات اللي بتبعدنا كتير عن تحقيق اهدافنا وعن تحقيق طموحاتنا كشباب. فاعتقد ان التدخين سلبيه كبيره قوي، او المخدرات عموما او الادمان، كل دي حاجات سلبيه كبيره جدا جدا. فالضغوط كتير والظروف اللي بتقابلنا صعبه، والحاجات يعني او الحاجات اللي بتقابلنا فيها مشاكل كتير. فمش محتاجين احنا بايدينا نزود مشاكلنا ونزود الاعباء اللي علينا بزياده. احنا محتاجين نقول يا رب احنا اهدافنا ان احنا نرضيك، فهنعيش سعداء وناجحين وان شاء الله نرضي ربنا عز وجل. وعايزكم تفكروا بجد، تفكروا في النقطه دي لكل مدخن او حتى حد ما بيدخنش، ان احنا عايزين كلنا في الاخر نقابل النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض كده الشريف وهو فرحان بينا، بيباهي بينا الامم. ما يكونش حد مننا مزعله، ما يكونش حد مننا مضايقه علشان كان بيدخن او علشان كان سلبي او علشان كان انسان ملوش هدف وما كانش طموح. فانت مسلم اعتز بدينك وخليك ناجح، خليك مؤثر وخليك سعيد، وبجد خلي حياتك بلا تدخين. انا شخصيا حياتي بلا تدخين. مين معانا؟ عايزين مصر كلها معانا. بجد انا الحمله دي من اول ما سمعت عنها حسيت انها حاجه جميله جدا، وكنت بشوف مين الناس اللي معاهم، وفعلا كنت شايفه ما شاء الله عليهم الناس اللي هم بيطلعوا بيدعموا مشروع زي ده. ما كنتش اتخيل يعني ان هم كانوا هيعزموني ان انا اجي لحاجه زي كده، بس شرف كبير جدا ليا. وانا بشوف ان كتير جدا من الشباب للاسف في الوقت اللي احنا عايشين فيه بقينا عاملين زي ايه الورق كده في الهواء، اجي يمين بروح يمين مع الهواء، اجي شمال اروح شمال مع الهواء. اصحابي بيعملوا كده، طيب ماشي اعمل زي اصحابي، الاعلام بيوريني ايه فانا اعمل زي الاعلام. فان يكون في حمله بتقول ان لا، انت مش بس ما تمشيش مع الناس، لا ده انت كمان تقف وتقول للناس ما يعملوش اللي هم بيعملوه، انك تكون ايجابي، ان الواحد يقف ويقول دي مبادئي وده ديني ودي اخلاقي وانا مش هتنازل عنها، وهقول لكم انتوا كمان ليه انتوا ما تمشوش وما تعملوش الغلط ده. فدي حاجه اتمنى انها تكون فيا، واتمنى انها تكون في كل الشباب، لان لما احنا نكون ايجابيين بنغير مش بس في نفسينا، بنغير في اللي حوالينا، في اهالينا وفي اصحابنا وفي مجتمعنا وفي بلدنا وفي امتنا. فبجد الشباب اللي بيشتغلوا في الحمله دي شباب رائعين، واتمنى شرف ليا ان انا اكون مع الحمله دي. وفعلا عايزين مصر كلها معاهم. عايزه كل حد يشوف حاجه زي كده يخش في حمله زي دي ويقف ويكون ايجابي ويجيب معاه اصحابه ويجيب معاه اهله. فانا حياتي بلا تدخين، عايزين مصر كلها معانا. الناس نسيوا يعني ايه نعترض على التدخين، احنا خلاص بقينا نتنفسوا ونتخنق اما نشم الهواء نظيف. فهم الناس بيعملوا حاجه مهمه، واتمنى يكون ربنا بيستخدمني معاهم صح يعني، واقدر اكون بفيدهم او بنفع، ما بعملش حاجه ترجع لورا. انا حياتي بلا تدخين. مين معانا؟ عايزين مصر كلها معانا. مين معانا؟ مين معانا؟ مين معانا؟ عايزين مصر كلها معانا. عايزين مصر كلها معانا. نور مكانه في القلوب، أحضن خلود شمس الغروب، يا تكون قد الحياة يا تعيش وحيد وسط الدروب، يأس ضعف وخوف جبان، لكن الأمل يفتح بيبان، يا تكون قد الحياة يا تعيش وحيد وسط الدروب، المس خضار الشجر، حس بضياء القمر، انقش قلوب على الحجر، على شيء ما تندمش يمك اوام عدي، امشي الطريق امشي، العمر يروي غير قلبي ما
طيب